ناس كتير الصراحه بقى بتسالني هو ايه سر الجلابيه اللي عليها البليزر دي؟ يا عم انا هقول لك ازاي عبيط، ازاي عبيط اقول لك هو سر ما يبقى السر كده. بمناسبة مطعم الشيف براك يعني الجديد اللي قلب الدنيا، انا عايز اقول له ان الف مبروك. بس انا محدش كلمني من عندك لحد دلوقتي. انا متفاهم اكيد ان انت حاولت واكيد كلمت حد من عندك ان هم يكلموني. انا عارف ان المكان عندي هنا مفيش شبكة الصراحة، والجيميل برضو عندي فيه عطلة، انا فاهم الكلام ده، والرسائل طبعا على جميع المنصات عندي واقفة. منطقتي فعلا ما فيهاش ولا حد بيوصل بريد ولا بوسطة ولا الكلام ده. بس انت معاك الحمام الزاجل، لو الحمام الزاجل اثر معاك ما تبعت يا عم رسالة صغيرة يا عم وربطها في رجل حمامة زاجل وبعتها لي، ابعت لي دعوه يا عم، انفيتيشن يا عم عشان ما تزعلش. هو انا لما اجي لك المطعم وده مش شرف ليا وليك؟ الجلابيه والبليزر دول شرف ان هم يخشوا المطعم عندك، شرف ليك. بس انا عارف ان انت حاولت يا عم، انا مسامحك. المهم ان انا بقى عندي مشكله مع موضوع الفود بلوجر ده او كل المجال بتاع الفود ريفيو في العموم. انا ممكن امنك على اي حاجه في الدنيا، ممكن امنك على رقم صاحبتي، ممكن امنك انك تقف في ظهري وقت فرحي، اديك ظهري عادي يا عم، اديك ظهري وانا مطمن لك. بس ما امنكش على حاسه التذوق اللي عندي، دي الحاجه الوحيده اللي عندي اللي انا امتلكها، حاسه التذوق واللسان. يا اخي انا الاحساس بتاعي مختلف عنك، انت هتقعد تناقشني؟ يعني انا بشوف ان الوحيد اللي هيستفاد من الريفيو بتاعك هو انت، عشان لو وحش يعني ما تروحش المطعم تاني، ولو حلو يبقى روح بقى عادي براحتك انت حر يا عم. فانا بقول لك بعد كده انت اي فيديو تصوره كفود ريفيور نزله يا عم على السوشيال ميديا، بس اعمله قول لمين، ما تخليش اي حد يشوفه غيرك، ويبقى هو ده بقى الورث بتاعك لاولادك يا عم، بقى ورثهم الفيديوهات ديت، واللي يشوفها يعرف ان المطعم ده وحش والمطعم ده حلو. يمكن ولادك برضو كان عندهم نفس حاسه التذوق بتاعتك، لكن انت وانا لا يا عم. انت هتقارن نفسك هو انت بتتكلم ازاي؟ بص بقى، انا بحب ارجع الحاجه لاصلها من بدايه الخليقه كده، نرجع لورا 2 3 مليون 4 مليون سنه. الانسان كان قاعد كده عادي في حاله، فجاه بطنه قرصت عليه، بطنه كركبت كده، كان فيها شويه غازات رايحه جايه. الوقت ده اكتشف الانسان ان في حاجه اسمها جوع، فكان لازم وقتها يتصرف. وعشان الانسان القديم احسن مني ومنك وبيسهل على نفسه الدنيا، لقى حيوان قدامه معدي وعمال يتمخطر، قال له انت بتستفزني؟ ديب اداله بالسهم والنبله اللي موجودين في علم الزمالك، او كان معاه رمح وقتها انا مش عارف الصراحه. جاب الحيوان دوت على النار، سواه، كله، شبع، الموضوع بالنسبه له كده خلص. لكن دلوقتي الاكل اصعب من زمان بكتير رغم كترته. اولا المسميات كتيره جدا، زمان اي حاجه كانت بتتحط في البق اسمها اكل او طعام. دلوقتي يا سلام 6 مليار مسمى. ده انت عشان تاكل رز لازم تحدد انت هتاكل رز ايه، رز ابيض، رز بني، رز محمر، رز بشعريه، رز واحده وواحده، رز بلبن، رز معمر، رز مش معمر، رز محمر ورز مشمر ورز مقمر. كل دي انواع رز واحد. انا كل ده بكلمك في الرز بس. مشاكل بقى عشان تيجي تقعد تاكل بقى، تقعد تفكر بقى انت عايز تاكل ايه. زائد ان زمان عشان تاكل مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك الشخص زائد الاكله يساوي ان الشخص دوت هياكل الاكله ديت، الموضوع بالنسبه له كده خلص. دلوقتي طبعا استحاله الكلام ده يحصل. اعتبرني انا الشخص وديت الاكله قدامي. طب لو انا قاعد في مطعم، انا ازاي هاكل من غير ما اسمع الريميكس اللي هيتعمل لي عشان اكل الاكله دي؟ لازم يا حبيبي تجيب لي عبد السلام جنبي يعزف لي العصفور عشان اعرف اكل. هو صباع الممبار اللي قدامي ده هينزل بطني ازاي من غير ما يسمع واحده من عبد السلام؟ احنا عمالين نغني للملوخيه والممبار كده عشان ينزلوا بسهوله. الحاجات مش هتتبلع، الاكل دلوقتي مش هيتبلع غير بالريميكس اللي انت لازم تسمعه ده يا عم. طب واحد ذكي زيك هيجي يقول لي طب يا عم انا هاكل في البيت، اجيب عبد السلام منين؟ طب بالله عليك هو انت لما بتاكل في البيت انت بتاكل ازاي؟ اعتبر ان انا الشخص اللي قاعد في البيت اهوت ودي الاكله قدامي، يمين بالله ما اكل غير لما يكون فيلم تيمور وشفيقة شغال قدامي على روتانا سينما. الاكل مش هينزل يا حبيبي في بطني غير وتيمور وشفيقة شغال قدامي. طب نفترض ان انت قاعد في حته ما فيهاش تلفزيون وفاتح التليفون بتاعك وجايب اي تطبيق، ازاي هتاكل الاكل الساعه 6 مثلا ولا الغدا بتاعك من غير اللوست عبده ما يكون نزل الفيديو بتاعه؟ انت مش هتقدر تاكل اللقمه، مش هتنزل غير وانت بتتفرج على اللوست عبده ولا على اي حد. في ناس ما بتتغداش يوم الجمعه غير لما نصوحي ينزل حلقه، وانت يا عم نصوحي ما تنزل الحلقه بعد الصلاه على طول. يا عم هو انت بتصلي فين؟ المسجد بتاعك بيعوق يعني للدرجه دي؟ ما تنزلها يا عم الساعه 1 ولا الساعه 2 يا عم، ما تخلي الناس تنبسط يا اسطى. عملت دراسات انا في 2002 انا وجماعه زمايلي عن العلاقه بين الفرجه والاكل، العلاقه بين العين والفم. اكتشفنا ان هم من الحواس الخمسه يعني مربوطين ببعض. يعني الاكل مش هيرضى ينزل غير وهي عينك شايفه حاجه قدامها، شايفه فيلم، شايفه مسلسل، شايفه فيديو متعوب عليه زي اللي انا بعمله دلوقتي. وبعد الدراسات برضو الدقيقه اللي انا عملتها انا وخمسه زمايلي، اكتشفنا ان ده بينسيك وحشه الاكل اللي انت بتاكله. لان انت لو ركزت في طبق الاكل اللي انت عمال بتاكله هتقعد بقى تقيم وتعدل وناقص ملح وناقص سكر وناقص حاجات كتير جدا، لان الاكل بتاعنا كله بيبقى
ناقص حاجات كتير جدا، والامهات بتزعل. ما تزعليش مني يا امي بقى، الكلام ده انا مش عايز اقوله لك، بس الاكل دايما بيبقى ناقص ملح او حتى شطه زياده وانت مش بتاكلي معانا. طب بتحط شطه ليه؟ ايه بقى الحل بسرعه اللي بتدخلك عشان ينقذ كل المواقف دي؟ انك تتفرج وعينك تتلهي ومخك يتلهي مع الحاجه اللي انت بتتفرج عليها، فالاكل ينزل بسهوله من غير ما تاخد بالك اصلا. انت مش فاكر، انت اللي بتتفرج عليها دلوقتي انت مش فاكر انت اكلت ايه امبارح، عشان انت كنت بتتفرج على حاجه وانت بتاكل. خلي بالك بقى يا حبيب قلبي، انا كل دوت ما اتكلمتش على اتيكيت الاكل، يعني ما اتكلمتش على اتيكيت الاكل بتاع الاستاذه امينه شلبايه مثلا. الاستاذه امينه شلبايه بتخبط على الاكل قبل ما تاكله، بتخبط على الطبق كده تخبطتين قبل ما تاكله، وما ينفعش تخبط بايديها طبعا لان ديت قله ادب منك وتطول على الطبق والاكل. في ادوات صنعت مخصصه للتخبيط على الاكل قبل ما تاكله، مش موجوده طبعا غير عندها هي، عشان الاكل ما تصدمش منك. انت ما ترضاش ان حد يخش عليك فجاه كده، لازم حد بيخبط لك برضه. وفي قوانين الاتيكيت بتاع الاكل طبعا، بتاع قوانين الاستاذه امينه شلبايه، لو خبطت على الاكل مرتين والاكل ما ردش عليك معنى كده ان الاكل مش قابلك، فتاخد بعضك وتمشي، الاكل دوت مش من نصيبك. يعني تخيل مثلا لو في واحد مسمي نفسه فود بلوجر زي الاستاذ بمر عله، هيستخدم الاتيكيت دوت في الاكل بتاعه، هيموت من الجوع طبعا لان مفيش اي اكل هيقبله. كمان في اتيكيت بتاع اكل الموز دوت لازم تعرفه، انا اكتشفته متاخر، يعني انا كل السنين ديت انا كنت مغيب. الموزه بتتقشر من 3 اتجاهات. اول حاجه لو معاك صباطه موز ونزعت منها صباع موز، انت بتلزق المكان اللي انت نزعت منه لان دوت بيبقى جرح بالنسبه للصباطه. هتمسك صباع الموز طبعا، ولو ضوافرك طويله مش هينفع تاكل موز في الوقت ده. ما ينفعش تقلع الموزه مره واحده كده، لان انت ما ترضاش ان حد يعمل الكلام ده معاك، لان دوت بيسبب احراج للموزه شديد. لو في اي حد جربه فعلا وعمل كده وقلع الموزه مره واحده، الموزه بتكرمش، ولو كانت مسكره تبقى مسخه. اما الطريقه الصحيحه لاكل الموزه انك بتتعامل مع الموزه ان هي بني ادم قدامك ولابس 2 بيسز. هتمسك الموزه الاول من فوق وتشيل الحته اللي فوق الاول كده، يكون معانا الموزه من فوق الجزء الاولاني عريان، الجزء الثاني متغطي ولازم يفضل متغطي. هتقطع الجزء اللي فوق بشويش وبحنيه، وهتاكله بشوكه مخصصه وصنعه مخصصه للموز عباره عن سن واحد، لان لو غذيت الموزه بالثلاث سنون بتوع الشوكه برضو الكلام ده بيسبب احراج ووجع للموزه. خلصت الجزء اللي فوق تخش على الجزء اللي تحت، انت كده مبروك كلت الموزه بكل سلاسه وسهوله من غير ما تسبب لها احراج واذى. طبعا عايز اقول لك ان الموز لو عرف ان احنا بنفكر نعمل معاك الكلام دوت، الموز هيقول لنا كلام وحش وهيطلع منه حركات وحشه لينا. اما نصيحه مني لو عايز تاخدها مني، في اتيكيت شرب الشاي دوت اللي لازم تعمله عشان تحس بطعم الشاي. يا جماعه في ناس بتبقى فاكره ان اللي على وش الشاي دوت بعد ما بتقعد تقلب دوت تفافه. يا جماعه مش تفافه يا جماعه، ما هو معلش، ما هو برضه بالعقل، الانسان عاقل برضه. دلوقتي حضرتك انت اللي اشرفت على البروسيس بتاعه عمليه الشاي دي كلها، يعني انت اللي حطيت الكاتل وانت اللي جبت الكوبايه والشاي والسكر وانت اللي صبيت. مين تف في كوبايتك؟ طيب مين تف في كوبايتك؟ في ناس فعلا بتعرف تشربها، ما هي مش تفافه حضرتك، بس اتيكيت شرب الشاي وديت حاجه جربها هتتمزج بعد ما تعمل كوبايه الشاي وتخبط التخبطتين اللي على الكوبايه، لان ده تقدير واستئذان منك انك هتشرب الشاي، لان الشاي ده حاجه كبيره. يعني تاخد البق تعمل سوف وانت بتشرب، بعد ما تخلص البق سوف. لازما لو ما عملتش الكلام ده مش هتحس بطعم الشاي، يبقى انت بقالك كده سنين بتشرب الشاي غلط. ناس كتير طبعا بعتت لي سالت لي على البوسطه بتاعتي ان عايزين نكون فود ريفيور، نعمل ايه؟ او عايز اكون فود بلوجر، اعمل ايه؟ عايزك تكتب بقى معايا المؤهلات اللي لازم تكون عندك عشان تكون فود بلوجر. مبدئيا يا حبيبي لازم يكون معاك لغه الطعام. واحد زيك جاهل عايش في ميه الجهل هيقول لي هو ايه لغه الطعام دي؟ هقول لك يا حبيبي ما هو انت دوت جحيم الجهل اللي انت عايش فيه. زي ما في لغه الكوره في حاجه اسمها لغه الطعام. مش في لغه الكوره بتشوف الكابتن ايمن يونس والكابتن وليد صلاح الدين بيقعد يقول لك اللعيب دوت بلغه الكوره كده ما عندوش قصب بقصب، تغيير قصب بقصب، معروف على لغه الكوره، معروفه يعني، مش انا اللي هتكلم عليها. محتاج تاخد كورس لغه طعام عشان تكون مؤهل انك تكون فود ريفيور، وده كورس بيكون مكون من حصه واحده مدتها 10 دقائق، بيكون منهم 8 دقائق تعارف بنقعد نتعرف على بعض، دقيقه هنقعد نتعلم فيها ودقيقه ثانيه هنودع بعض فيها. الدقيقه اللي هنقعد نتعلم فيها بناخد فيها ايه؟ بتتعلم فيها كلمه جوسي، كلمه كريسبي، بتتعلم فيها جمله ان اللحمه كانت محتاجه سوى زياده شويه لان اللحمه انا بحبها فوق الميديم بشويه، وبتتعلم التقييم واي اكله انت بتديها 8 من 10. تمام كده، انت بالنسبه لك كده انت خدت كورس اللغه دوت اول خطوه. بعد كده بنحتاج ان يكون عندك لسان وبق وحاسه تذوق وبالعوم ومريء ومعده وبنكرياس وامعاء دقيقه، عشان بعد ما تخلص طبعا كل الكلام دوت تخرجه لان مش هينفع يفضل موجود جواك، وامعاء غليظه وكيسين فواره عشان ايه؟ ما تموتش من الحموضه، تنافس بمر عله مستريح. نيجي بقى لحاجه كمان انا نفسي افهمها ومش فاهمها، هي فقره التقييم. نسب التقييم اللي بيقولوها الفود بلوجر بتبقى بالنسبه لي اصعب من نظام الجي بي اي بتاع الجامعه بتاعتي، اصعب من نظام دوري الابطال السنه دي. لحد دلوقتي انا مش فاهمه بجد، ما يا جدعان حد يشرحه لي. والله الاكله ديت انا اديها
8.16/4 اللي هي 8.4. بس انا مش هينفع اقول لك كده طبعا لان ما ينفعش يكون كلامك معايا مباشر. طب هو حضرتك ممكن تقول لي التقييم دوت بناء على ايه؟ يعني عشان اخلي الاكله تشتغل على نفسها وتحاول توصل لل10 من 10. بص هو كان محتاج يبقى زياده شويه لان بيبوظ الاكله في بعض الاحيان. يعني انا لو طبقت الكلام دوت فعلا هتوصل ل10 من 10. يعني هو بالعقل برضو هتوصل ل10 من 10 ازاي؟ يبقى انا ايه لازمتي؟ يبقى انا كفود بلوجر ايه لازمتي؟ يعني خلاص يبقى الاكل كده انتهى ما دام حاجه وصلت ل10 من 10. يبقى ايه لازمتنا احنا بقى في الحياه؟ نعدل عليك ازاي ونقول لك ان الاكل طعمه وحش؟ وبس كده يا جماعه. وكان معاكم الفود بلوجر هشام ستيلا ودوت كورس فود بلوجينج ببلاش. وفي نهايه الفيديو عايزين نقول بطل زيط يا اسطى، بطل زيط وكل على قدك. والشيف فراك اللي جاي يفردها علينا في مصر. اهدى يا اسطى، اهدى يا اسطى، عشان احنا بنفطر فول وطبق الفول بقى مش عارف ب50 جنيه الوجبه. فالاسعار عندنا ايه مش ناقصه. ايه اكله اللي ب 40,000 دي؟ اكله اللي ب 40,000 ده جمعيتين، ده اخش جمعيتين عشان اكل الاكله دي. جمعيتين يعني اقعد 4 سنين بسدد اقساطها. ايه بقى ايه اللي اكله ب 40,000؟ عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ ده انت البتاع لو جبت لي العجل حي ذات نفسه مش ب 40,000. اكله اللي ب 40,000 ليه يعني؟ وبعدين انت اوفر ريتد. انت ما كلمتنيش لحد دلوقتي عشان اجي لك المطعم بس انت اوفر ريتد. هو ايه اللي ايه يعني؟ اسنانك حلوه عامل هولود سمايل يعني ايه؟ ما انا ممكن اعملها، ما انا ممكن احط فلتر من على البرنامج بتاع المونتاج هبقى سناني هتكون شبهك. اقعد اضحك بقى. والواد ابو كرش دوت برده ما هو اوفر ريت. انت ايه اللي انت عملت؟ بقول لكم ايه، انتوا جايين الحلقه لوحديكم لان انا تعبت منكم وانا جبت اخري منكم. وبس كده يا جدعان. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتشير الفيديو دوت لاي حد بياكل. اي حد بياكل شير له الفيديو دوت لان مهم يعرف المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو. اي حد بيحب الشاي يعني هتشير الفيديو ده مع كل اصحابك طبعا. وبس ما تنساش بقى الحاجات دي هنا. استنى الفيديو بتاع يوم الخميس الجاي. ونشيط منتهى النشاط والحيويه في الدنيا دلوقتي ان انا بعمله ده. وبس يا عم. يلا سلام عليكم.